القوم اللي عاشوا 950 سنة وهم بيعصوا ربهم، تفتكر نهايتهم كانت ايه؟ تعالوا نعرف الحكاية من البداية. كانوا قوم بيعبدوا الأصنام وبيفتخروا بالكفر والجهر بالمعصية، رغم ان فيهم نبي عظيم، نبي بيدعوهم لربهم 950 سنة، لكن ما آمن معاه إلا القليل، وكانوا من الفقراء والمستضعفين. تخيل يا مؤمن، كل ما يدعوهم كانوا يحطوا أصابعهم في أذانهم عشان ما يسمعوش كلام الحق. مش بس إعراض، ده تكبر واستكبار. قال الله تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أما الأغنياء فكانوا بيتريقوا ويقولوا: إحنا نؤمن بيك ليه؟ ده اللي مآمن بيك شوية فقراء. لكن سيدنا نوح عليه السلام كان صبور، بيدعوهم بالكلمة طيبة ليلا ونهارا، سرا وعلانية، وفي لحظة خلوة بينه وبين ربه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وهنا جه أمر الله العظيم يبني سفينة. سفينة، لكن فين؟ في الصحراء، لأن النهاية كانت قربت جدا. بدأ سيدنا نوح يبني السفينة، وقومه كل ما يمروا عليه يسخروا ويضحكوا: فين المية يا نوح؟ السفينة دي هتمشي على الرمل. لكنه ما كانش بيرد، كان بيبتسم، عارف إن وعد الله حق وإن كل شيء له وقت. ولما اكتملت السفينة أمر الله: نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. وخليك فاكر، من سبق عليه القول هنعرف من هم. فجمع من كل نوع ذكر وأنثى، طير ووحش. بس سؤال، هل السمك كان معاهم؟ مستني تعليقاتكم. وفجأة بدأ الغضب الإلهي، فاض التنور، الأرض انفجرت عيون، والسماء انهمرت بمطر رهيب، واجتمع ماء السماء والأرض. تخيل جبل ارتفاعه 1000 متر والمياه بتغطيه. وفي وسط كل ده أغلى حاجة في الدنيا الابن. تخيل تشوف ابنك بيغرق وتنادي عليه آخر نداء. شافوا نوح وسط الموج: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكن ابنه بكبره قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال له أبوه بحزن: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اللي غرقوا هم اللي سبق عليهم القول. وبعد ما الأرض اتطهرت من الكفر، رست السفينة على جبل الجودي. وهنا وقف نوح بين ايدين رب وقال: رب إن نجني من أهلي وإن وعدك الحق. لكن الله سبحانه وتعالى قال له: يا نوح إنه ليس من أهلك. ساعتها قال نوح عليه السلام بخشوع: رب إني أعوذ بك من أهلك، رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وسكت ورضي، رغم إن ده كان أصعب امتحان في حياته. وبعدها دعا ربه وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فاستجاب له ربه الدعاء. قصة قوم نوح مش مجرد حكاية قديمة، دي رسالة لينا كلنا، إن الغرور والتكبر والمشي ورا الناس من غير وعي هو اللي بيغرق الإنسان، حتى لو فاكر نفسه نجا. مش كل صوت عالي معناه حق، ولا كل ترند ماشي لازم نمشي وراه، لأن اللي مشي ورا الكل غرق مع الكل. اثبت على الحق حتى لو كنت لوحدك، لأن دايما النجاة مش في الترند، النجاة في طاعة ربنا.